السلام عليكم، ازيكم؟ تعالوا هنعمل قرص الافران بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات القرص دي موجوده في كل بيت. عندي هنا هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كده 3 معالق من الزيت، عليهم 3 معالق من السمنه، وعليهم معلقه كبيره من السكر، وباكت خميره، وكمان باكت فانيليا. الفانيليا بتدي طعم حلو قوي وريحه جميله للعجينه القرص ذات نفسها. احنا هنستخدم هنا كيلو من الدقيق، من اللي هو بتاع جميع الاستخدامات ده. هنقلب المكونات كده. وكمان انتي ممكن تعجنيها بميه او بلبن او برايب زبادي، يعني زي ما انا عملت يعني. هننخل الدقيق كويس. وعندي سمسم انا حمصته. السمسم جوه العجينه بيبقى جميل قوي. وعندنا رشه من الملح مع نص معلقه صغيره من الملح، وعليهم 3 معالق من السمسم. والبيكنج باودر انا جبت كيك شيف، حطيت منه معلقه ونص. يعني ممكن تقللي، هو معلقه ونص كويسه قوي، حلوه جدا يعني. وحطيت معلقه خل عشان انا نسيتها خالص، حطيت معلقه خل بعد ما نزلت وعجنت، يعني حطيت معلقه من الخل، بتخلي الدقيق بتفتحه، يعني بتخليه يعني يكون ابيض من جوه وحلو كده. كان هنا بقى بواقي الزبده اللي كانت في الكوبايه. تفضلي بقى تقلبي لما تخلي السمنه والحاجات دي كلها تبقى في الدقيق كده، كانك زي ما تبقي تعجني الكحك كده. طبعا بس احنا هنا السمنه شويه مش كتيره، يعني حاجات كده حلوه خفيفه كده. انا عندي الزبادي، كوب من الزبادي، كوب كبير، يعني معدل 4 معالق زبادي. انا حطيت عليه كوبايتين ونص ميه دافيه، وخليتهم على جنب. اللي عندي بشوف العجينه هتحتاج ايه، بدات احط واحده واحده واعجن فيها لعندي بقى ايه، بقت معايا بالشكل ده. بس انا هشيلها كمان على الرخامه شويه، كمان 5 دقايق كده اعجنها كويس، وبعد كده هشيلها واغطي عليها واسيبها ترتاح نص ساعه بس، مش اكتر من كده. بعد كده بقى هروح اعمل العجوه بتاعت، انا غطيت عليها وشلتها في فرن البوتاجاز وهو مطفي يعني، بس هو دافي يعني ادفى مكان دلوقتي. بعد كده انا كنت جايبه قالب عجوه، انا خدت ال3 ارباع بتاعه، ما خدت يعني زياده عن نصه. وحطيت عليهم شويه من السمسم بقى، اللي انا كنت محمصه في نفس الطاسه زي ما هو كده، وده كيس من الفانيليا. وعليهم بقى ايه، 3 معالق او معلقتين الموجود. ما كنتش بصراحه ما قدرتش انا حطيت قد ايه. المهم ان انا عملتها كده على البوتاجاز لما بقت دايبه معايا كويسه كده، عشان تسهلي على نفسك ان انت لما تيجي تعملي تبقي تلاقي ما تاخدش منك وقت خالص 10 دقايق انك تشكلي العجوه قبل ما تشكلي العجينه. يعني انت دلوقتي هتشكلي العجوه الاشكال اللي انت عاوزاها. هنا علشان نعمل هتشوفي دلوقتي معايا شكل وكذا شكل يعني. فانت شكلي زي، شوفي هتعملي ازاي وتشكلي العجوه وتجهزيها تبقى جاهزه معاكي على طول. هنا العجينه كانت حلوه قوي، ان انت ايه تقدري تتصرفي فيها طريه جدا جدا جدا، ولسه حجمها يتضاعف. يعني انا هنا خدتها على الرخامه وقطعتها بالشكل ده، ولما قطعتها كانت 39 قطعه. لما سبتها بقى غطيتها طبعا بحته قماشه، علشان اخد من تحت القماشه كده كل حته اكورها واعمل الاشكال اللي انا حباها، اعمل منها الساده واللي بالعجوه. ففي حتت تضاعف حجمها، زادت قوي، فانا عملت منها كمان 6 قطع. يعني انا عملت الكيلو دقيق عمل معايا 45 واحده قرص من اللي هي بالعجوه والساده. وكان ممكن كمان ان انا اصغر كمان عن كده، يعني ما شاء الله اللهم صل على النبي، يعني حاجه كده حلوه قوي في البيت ونظيفه وسهله وما خدتش مني اي وقت خالص خالص يعني. هنا انا لما باجي افرد اللي هعملها في النص تبقى دايره دي، حاولي وانت بتفرديها ان انت تفردي الاطراف بس، سيبي اللي جوه تكون يعني تكون سميكه. خلي اللي في النص تكون سميكه والاطراف هي اللي تكون رقيقه. بعد كده هتلمها معاكي بالشكل ده. ممكن تكبريها عن كده، تصغريها عن كده، كان حجمها حلو قوي وجميله جدا يعني. طبعا نعمل فيها فتحات بعد كده، بس بعد ما تعمليها على طول تعملي فيها الفتحات، ما تسيبهاش تخمر وبعد كده تعملي فيها الفتحات، مش ما ينفعش تعمل وانت لسه بتعمليها كده. هتقدري ان انت تشكلها زي ما انت عاوزه. هنا نعمل شكل تاني. ممكن دي ممكن تصغري دول انا عملت 2 كان حجمهم كبار كده، انا كنت عاوزاهم زي يعني ايه ينفعوا للمدرسه يعني. دي الشكل ده. عندك بقى شكل تاني انا ما اعرفش بقى، انا ما عرفتش ان انا اصور لان كنت بصور وقتها لوحدي بالموبايل وكده، فما عرفتش ان انا اجيبها لك بالظبط. بس الفيديو موضح قد ايه سهله يعني. بس انا هقول لك، هنا فردت حته كده، قطعها على طول من على الرخامه، فردتها بالشكل ده وحطيت فيها واحده من كده، وبعد كده لفيتها اللي فيها العجوه دي وبرمتها
بالطول زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بططتها كده وعملتها هنا كده بقطعه البيتزا، وتقومي جايه لفه بقى لجوه. هتاخدي بالك بصي كده بقت بالشكل ده، لان انا كنت بعمل بايد واحده ما كنتش عارفه اصور خالص. وبقى معايا الشكل الجميل ده كده، حلوه جدا. ممكن تدهني الوش ببضايه فانيليا عليها شويه لبن، ممكن تسيبيها كده براحتك اللي انت حباه. هو كده كده وشها هيلمع وهيبقى زي الفل، وهقول لك ليه في الاخر. هي جميله جدا جدا. بصي شوفي عملت لي كميه حلوه قوي، كيلو دي اعمل كميه حلوه وكبيره، وما شاء الله ما شاء الله. بصي بقى هي ما بتاخدش في الفرن يعني اكتر من 10 دقائق، 12 دقيقه بالظبط. 10 دقائق 12 دقيقه بالظبط. بتولعي الفرن على درجه حراره 200، بعد كده بتهدي النار، لو ده النار يعني تبقى متوسطه، وتدخليها بتبقي مولعه من فوق او من تحت. لو فرن فيه مروحه مش محتاجه تولعي من فوق. هتاخد منك 12 دقيقه بالظبط، ويطلع بالشكل الجميل ده. عشان تلمع معاكي هتجيبي نص كوبايه من الميه عليها معلقه صغيره من السكر، وتدوبيهم كويس، واول ما تخرج من الفرن على طول تلمعيها بالشكل الحلو ده. وتغطيها وتسيبيها مفيش 5 دقايق، بتلاقيها طريه معاكي وجميله. وبص حاجه كده زي السكر زي العسل، حاجه نظيفه في بيتك انت عاملاها بايدك لاولادك، وتكلفتها بسيطه خالص. طبعا بتاعه الافران مفيش لبن خالص، اللي زي انت قلتي له ان انت يعني هتودي له انه يعمل لك بلبن او يكلفها لك بقى وحاجات من دي، وبتبقى جميله. واحنا كلنا بنروح نشتريها، وشوفي سعرها دلوقتي بقى بكام.